السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا ابطال؟ عاملين رب تكونوا بخير. قبل اي حاجة كنت صلى النبي عليه افضل الصلاة والسلام، تعمل لايك واشتراك هيوصلك الفيديوهات الجديدة في اسرع وقت. فيديو النهاردة عن افضل انميات بوليسي وتحقيق وكده. فقبل ما نبدأ ما تنساش تدعي لاخواتنا في غزة. واولا معنا صديقي هو سويتش، وبيبدأ الانمي بتكليف عضوين جداد في ادارة مكافحة المخدات في اليابان، وكان عليهم ان هم يفكوا الشبكة الاجرامية عشان توقف تزويد السوق بالتمور والحليب اللي هي المخدرات. ولما بيقربوا من هدفهم بتقابلهم صعوبات وبتهددهم ان هويتهم ممكن تتعرف. فيا ترى العضوين دول هيعملوا ايه؟ ده اللي هتعرفوه لما تتفرجوا على الانمي. والان بعد كده معانا هو كاوكاديو كريدوتي، الاسم مكتوب قدامكم يا جدعان. وبتدور قصة الانمي في المستقبل القريب لما بقت من مدينة نيهاما مدينة متقدمة جدا من الناحية التكنولوجية، فكان عادي جدا ان انت تنقل من جسم بشري لجسم انسان فبيس يعني. وساعد على ده تطور العلم على المستوى الجسدي، بس برضو ده ادى المجرمين للاستفادة من التقنية دي وابتكار جرائم جديدة، فعملوا قسم شرطة مخصص للجرائم دي. فيا ترى هل الجرائم دي هيقدروا يتصدوا ليها قسم الشرطة الجديد ده ولا لأ؟ ده اللي هتعرفوه لما تتفرجوا على الانمي ده، جامد بفتيقة. والان بعد كده معانا هو بشيشو باس موفي، يا جدعان الاسم مكتوب قدامكم. وبتبدأ الأحداث معانا في سنة 2116، وبتقوم حكومة اليابان بتصدير طائرات نظام العرافة واللي كانت بتشتغل من غير طيار لشوية بلاد كانت مضطربة داخليا، وبينتشر النظام ده في جميع أنحاء العالم. وكان في دولة من الدول جواها حرب أهلية وبتطلب النظام ده من باب التجربة وعشان بتحقق السلام لفترة مؤقتة يعني. وبس اصلا الدولة دي اللي هي جنوب شرق اساسا بيبعتوا ارهابيين لليابان عشان يهاجموا نظام العرافة من الداخل. انا عملت ايه؟ انا عملت ايه والله العظيم؟ وكانت بتقود الاحداث دي تسونوموري، وكان لازم تسافر للتحقيق بصورتها مسؤولة امنية. فيا ترى ايه اللي هيحصل؟ ده اللي هتعرفوه لما تتفرجوا على الانمي. والان بعد كده معانا الاسطوره المحقق كونان، وطبعا ما ينفعش انميات بوليسي وتحقيق من غير البيج بوس ورفيق الطفوله كونان. وبتدور قصته عن كودو اللي هو اسمه كونان، طالب في الصف الثاني الثانوي او في الصف الثانوي على طول وخلاص. وطبعا كان موهوب جدا في حل القضايا الجنائية، وفي يوم من الأيام بيشوف اتنين رجالة مشبوه فيهم كده، فبيقبضوا عليه وبيحقنوه حاجة خلته يعيش في جسد طفل، وطبعا بقى بيخفي هويته وبيكون كونان اللي نعرفه. فمش عارف انا المفروض اقول لك ايه عشان تروح تتفرج عليه يعني، فبيس. والان بعد كده معانا هو انمي رون يا جدعان، انمي رون. وكان بيحكي عن اشكي ما عندوش اي مهارة مناسبة لدوره في فريق تحقيقات وكده، وكان كل رغبته ان هو يحل جرائم القتل ويساعد الناس. وعلى اساس بقى نصيحة احد كبار المحققين بيروح لشخص اسمه رون عشان يطلب المساعدة منه. وكان رون محقق واعظ في أكاديمية تدريب المحققين، بس في أسباب غامضة كده خليته ينعزل ويبقى لوحده دايما. فيا ترى رون هيقبل يساعد بطلنا ولا ايه اللي هيحصل؟ ده اللي هتعرفوه لما تتفرجوا على الانمي. واولا معانا صديقي هو ده، مش هقول الاسم ده كله فبيس يعني. وبتدور قصته على هولمز، وشاب كانت عيلته عندها متجر قديم كده في كيوتو للتحف القديمة. ولما بتبدأ ايوماكي الشغل في الدكان ده بيبدأ هولمز وايوماكي دي بيبدأوا بقى هما الاتنين في اكتشاف الأسرار المحيطة بالتحف اللي بتيجي من المتجر. وانا نفسي في تحف اجدادنا بصراحة، احنا اولى بيها بدل ما هي في المتاحف كده. والى بعد كده معنا صديقي هو شانري تانتي ياماكو، وبتدور القصة صديقي الصدوق على البت اللي اسمها هوراكا، واللي كانت السنة تانية ليها مخيفة فشخ. عدوا معاه، صاحبتها اتلبست، واحد تاني انتحر، ومش عارف مين حصل له ايه. نتكلم جد. وممكن بقى ان هاروكا هي اللي عليها الدور،
واللي كانت بتفشل دايما في اختبارات التنفس المستمر، وده تقريبا كان السبيل الوحيد عشان تخرج من كل اللي هي فيه ده. وبيظهر طالب كده غامض اسمه ياموكو، واللي عنده عين حمراء غامضة جدا، والعين الحمراء دي بتخليه دايما يتواصل مع الموتى. هتقولي ازاي؟ هقولك انا معرفش. فبيبدأ بقى بتجميع الأدلة مع الشرطة، ويعني يبحث مع الشرطة كده من الآخر، وبيساعدهم في البحث عن الأسرار المدفونة. والآن بعد كده معنا صديقي هو النايت هيد 2041. وبتدور القصة في المستقبل، وكانوا بيحذروا استخدام القوى النفسية. بتدور بقى قصة الأنمي عن الأخين ناوتو ونويا، وبيمتلكوا قوة نفسية، وكانوا بيهربوا دايما من الاضطهاد. وبنروح بقى للمكتب الخاص للحفاظ على البيئة، واللي بيكون وحدة أفضل من الشرطة، وبقيادة واحد اسمه تاكويا، واللي بيتمتع بقوة نفسية كبيرة جدا. وبيتكون بقى مسارات الأخوة مع الشرطة، وبتبدأ الأسرار والمؤامرات في الانهيار، وده بيخليهم يكتشفوا اكتشافات كتيرة جدا. فيا ترى ايه اللي هيحصل؟ ده اللي هتعرفوه لما تتفرجوا على الانمي. والان بعد كده معنا صديقي هو فوتو تانتا، وبيبدأ الانمي يا زميلي في مدينة اسمها فوتو. شفتوا؟ وكان بيستخدم مجرمين اجهزة كده شبه اليو اس بي، واسمها ذكريات غاية. ايه الاسامي دي يا جدعان؟ عشان يتحولوا لوحوش بقى جامدة بفتيقة. وكان الوحوش دي اسمها دوبومانتس او الدبان يعني من الاخر، وبتتسبب بقى في فوضى في المدينة. وفي الجانب التاني طبعا في ناس بتستخدم ذكريات غاية لمحاربة المجرمين دي، وكان من ضمنهم المحقق شاوتارو. فيا ترى ايه اللي هيحصل؟ وهل المحقق شاوتارو يقدر على المجرمين دول ولا لا؟ ده اللي هتعرفوه لما تتفرجوا على الانمي. ولما بعد كده معانا صديقي هو الرايل وورز، وبتتمحور القصة على ساكورا وساكوري وتاكاياما وصحابهم يعني، واللي كانوا طلاب في الثانوي. وكان دايما بيحلم تاكاياما في المستقبل انه يشتغل في السكة الحديد، وها هو الآن بقى شغال في السكة الحديد، وتم تعيينه في قوات الأمن للسكة الحديدية. طبعا هو واصحابه كل المتدربين يعني، وبيواجهوا تحديات صعبة جدا ومهمات كتيرة ومختلفة. فهيعملوا ايه؟ ده اللي هتعرفوه طبعا لما تتفرجوا على الانمي. الانمي جامد ويستحق. واولا معايا صديقي هو ده الاسم كبير طبعا فمش عارف اقوله، فبيس. وبيبدأ الانمي في عالم مستقبلي، وكمان كان النت والذكاء الاصطناعي سيطروا على المجتمع بالكامل، وكان بيتم اعادة اعضاء قسم الامن العام للمساعدة في حل العديد من القضايا والجرائم الإلكترونية. وطبعا كل ده بسبب ان كان في سلسلة من الجرائم دي اللي شبه بعض جدا، واللي عملها مجموعات انتحارية منفصلة. وكان محور التركيز الاساسي للقسم، وكمان مع اقتراب بقى الحرب وكده، فكان دايما بيجي لاجئين كتير قوي للبلاد. فيا ترى هيقدروا يسيطروا على الموقف ولا لا؟ ده اللي هتعرفوه لما تتفرجوا على الانمي. ولما بعد كده معانا صديقي هو دانتالين نو شوكا، وبيبدأ الانمي قبل 6 شهور لما فقد اللورد هيوي جده، الله يرحمه بقى، واللي كان طبعا غريب الاطوار جدا، وكان جده جامع مشهور للكتب النادرة، وكانت بتنص وصية جده علشان انه يورث القصر ده وكل اللي فيه. فكان في ارشيف فيه معلومات محظورة جدا، وكان لازم يعتني ببنت كده برضو غامضة اسمها داليان. وفي وقت ما بيستقر هيوي في القصر بيقابل عدو جده ومنافسه القديم، وهنا بقى بتتغير كل حاجة، والقصة بتتقلب 180 درجة. فيا ترى هيوي هيعمل ايه مع الراجل ده؟ ده اللي هتعرفوه لما تتفرجوا على الانمي. ولما بعد كده معانا صديقي هو ده. وفي المستقبل طبعا العلم بيكون اتطور جدا، وبيبقى في علم رقمي وعلم فيزيائي وحد تقنية وعلم اسمه علم الإنسانية كمان. والعلم اتطور بقى لدرجة أبعد من الخيال، وتمكن بقى العلماء من دمج الإنسان مع الآلة. فسبحان الله. فيا ترى ايه اللي هيحصل؟ ده اللي هتعرفوه لما تتفرجوا على الانمي. والان بعد كده معانا صديقي هو كوب كرافت، ومن حسبة 15 سنة كده صديقي ظهرت بوابة فضاء
في نص المحيط الهادي، وربطت الأرض بعالم آخر مليان بالجنيات بقى والوحوش. وكان في مدينة اسمها سانتريزيا، وسانتريزا دي أصبحت موطن للتصرف السكاني، يعني بقى تمور وحريب وعلى أغاني ودعارة ونسوان واستغفر الله العظيم يعني. فكان لازم يعملوا قسم جديد للشرطة. فيا ترى الشرطة تقدر تلم الناس الوسخة دي ولا ايه؟ ده اللي تعرفوه لما تتفرجوا على الأنمي. واللي بعد كده معانا هو ACC13 كيو كانتاس، الاسم ده يا جدعان. وبيبدأ الأنمي مع مملكة واللي متقسمة ل 13 ولاية، وبتحتفل المملكة بعيد ميلاد الملك طبعا 99، اللهم بارك. فأحب أقول له كل سنة وأنت طيب، وأخوك متعشم في حتة جاتوه وحتة أرض. وكانت ال 13 ولاية دول بيتقسموا لولايات، وكانت الولايات دي تحت سيطرة وكالة كبيرة تحت مسمى ACCE. وكان جين قائد لوكالة التفتيش، وكان عنده في وكالته 10 أشخاص في كل من 13 ولاية، يعني 10 أشخاص مقسمهم على 13 ولاية. تسألني ازاي؟ هقولك معرفش. مع مكتب مركزي طبعا في العاصمة بيراقبوا جميع الأنشطة وبيحتفظوا بالبيانات. وكان جين بقى عنده رحلات شغل كتير عشان كل شوية بيروح يشوف الوضع ويطمن على الموظفين وكده. فيا ترى ايه اللي هيحصل في مغامرات جين؟ ده اللي تعرفوه لما تتفرجوا على الانمي. وبس كده تكون خلصت حلقة النهاردة. ما تنساش بقى اللايك والاشتراك وفعل زر الجرس عشان توصلك الفيديوهات الجديدة. وسلام.